يوم الفرح، العروسة واقفة قدام المراية ايدها بتترعش، الأم مشغولة مع الضيافة، العريس مستني التليفون المصور، والمنظم بيجري بين الكوشة والمطبخ. الجملة الوحيدة اللي بتسيطر على الجو التوتر. السؤال هنا، ازاي نسيطر على التوتر ونخليه يتحول لحماس؟ أهلا بيكم في الحلقة 14 من بودكاست على مزاج العروسة. أنا مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات، والنهاردة هنتكلم عن أصعب حاجة في يوم الفرح، السيطرة على الأعصاب. مش بس أعصاب العروسة، لكن كمان أعصاب الأهل والضيوف وحتى فريق تنظيم. خليكم معايا وهنحلل كل حاجة بالتفصيل. التوتر يوم الفرح طبيعي جدا لسبب بسيط. اليوم ده بيحصل مرة واحدة، في مجهود ضخم وناس كتير، الكل عايز اليوم يطلع مثالي. لكن لو التوتر زاد ممكن يبوظ أجمل لحظات. عشان كده دورنا مش نلغي التوتر لكن نسيطر عليه. وخليني أحكي لكم قصة عروستنا النهاردة. عروسة كانت متوترة لدرجة إنها مش قادرة تركز مع المصور. كل شوية تقول الكوشة مش هتلحق تتظبط، الأكل اتأخر، المزيكا مظبوطة. فأنا طمنتها ووريتها صور مباشرة من فريق الديكور وريحتها بخطة التقديم. في اللحظة دي التوتر بدأ يهدى، وهي نفسها قالت لي أنا مش محتاجة أقلق، محتاجة أستمتع. وعشان نقدر نسيطر على التوتر يوم الفرح، خلوني أديلكوا 5 خطوات نسيطر بيها على الموضوع ده. أول حاجة لازم نعملها هي خطة مسبقة. كل حاجة بتبقى مكتوبة بجدول زمني من الكوافير لغاية آخر أغنية في الفرح. تاني حاجة لازم يبقى في مدير للحظة، يكون في شخص مسؤول، منظم أو قريب يمسك التليفونات ويرد على الأسئلة. تالت حاجة لازم يبقى في نقطة استراحة، لازم تحطي وقت صغير لنفسك وسط اليوم، شاي، مية، دقيقة هدوء، كده هنقدر نسيطر على التوتر. رابع حاجة وهي فريق موثوق فيه، لو العروسة مش واثقة في المنظم مش هتعرف تهدى. خامس حاجة والأخيرة هي إعادة التركيز. فكري نفسك دايما طول الوقت إن الهدف مش المثالية، الهدف إنك لازم تعيش اللحظة. وفي كورس كواليس الفخامة عندنا وحدة اسمها إدارة يوم الفرح، بنتعلم فيها إزاي نخلي اليوم يمشي بهدوء، وإزاي العروسة تبقى مستمتعة بدل ما تضيع وقتها في القلق. وفي ختام حلقتنا النهاردة بحب أقول حاجة مؤثرة جدا، إن التوتر جزء من أي يوم كبير، لكن الفرق إنك يا إما تسيبه يسرق لحظتك، يا إما تحوله لحماس يخلي الفرح مليان طاقة. أنا مختار، ودي كانت الحلقة 14 من على مزاج العروسة. استنوني الحلقة الجاية لما نكشف سر اللحظة اللي بعد الفرح. ليه في عرايس بيحسوا بفراغ أو إحباط بعد يوم العمر؟ شاركوا الحلقة مع أي عروسة أو منظم محتاج يسمع الجملة دي. استمتعي، اللحظة دي مش هتتكرر تاني.